السلام عليكم أعزائي وأهلا وسهلا فيكم. أساليب من علم النفس الأسود بتكشف لك ليش المرأة بتبرد وتبعد عنك، وبتعلمك كيف تقلب الطاولة بدون ما تركض وراها. رح امشي معك خطوة بخطوة من وقت ان تبعد إلى ان تجعلها تلاحقك دون ان تشعر. فيديو قوي مبني على علم النفس الأسود والتأثير النفسي الخفي، موجه لكل شخص مر بتجربة الانسحاب أو التجاهل المفاجئ. فيديو رح تحتاجه بحياتك. تابعوا معي بتركيز، رح أشرح خطوة بخطوة وأعطي أمثلة. فجأة تغيرت، كانت تحكي معك كل يوم، تهتم بتفاصيلك، تحب تسمع صوتك، تبعت لك اشتقت لك، تسأل، تتقرب. واليوم ولا كأنك موجود. صار في برود، تجاهل، حتى رسائلك ما عاد ترد عليها بنفس الشغف. رسائلك بتضل مفتوحة من غير رد، أو بترد بعد ساعات وبجفاف. بتبعت لها كيفك، بترد عليك تمام وانت، وبتحس الجواب كأنه واجب مش شغف. بتسأل حالك شو صار، بس السؤال الحقيقي مش شو صار معها، السؤال الحقيقي شو صار معك، وكيف تقدر تقلب كل هاللعبة من غير ما تركض وراها ولا تبين انك ناطرها. الجزء الأول من الفيديو، ليش بتبرد المرأة فجأة؟ المرأة ما بتبرد من فراغ. لو ما سبق واشتكت ولا قالت انها متضايقة ولا طلبت منك تغيير، فغالبا مش غلطك انها بعدت. هي بعدت لانها ضمنتك، مش لانها تأذت منك. بعض النساء بتبرد لما تحس انها ضمنتك، لما تصير دايما متوفر، متوقع، واضح، حاضر بكل لحظة، ما رح تروح، بترد بسرعة، بتحب تراضيها، فعقلها بيبرد وقلبها بيهدى، ما عادت تشكلها لغز. امرأة بتحب التحدي، بتحب الشعور انها عم تكشف شي مش سهل، عم تربح رجل ما بينمسك بسهولة. ولما تحس انك دايما موجود، العقل ببطل يشتاق والمشاعر بتفتر. هناك مفهوم في علم النفس الأسود اسمه الإشباع المفرط يقتل الرغبة. مثال، تخيل انك كل يوم بتاكل نفس الوجبة، مهما كانت لذيذة رح تمل منها، بس لو اختفت فجأة عن طاولتك رح تشتاق لطعمها، رح تدور عليها. نفس الشي بالعلاقات، التكرار زائد التوفر الزايد بيوصلك إلى فقدان الرغبة تدريجيا. ومن زاوية أعمق في علم النفس الأسود، في مبدأ تاني اسمه التكيف العاطفي السلبي. بمعناه البسيط، لما الشخص يتعود على اهتمامك ومشاعرك بشكل يومي، بصير يقل تقديره لإلك، بتبلش تصير أفعالك غير ملحوظة، حتى لو كانت حب، حتى لو كانت تضحية. مثال، بتكتب لك كل يوم صباح الخير يا أحلى شي بحياتي. أول أسبوع تنشرح وبتنبسط، بعد أسبوعين بتصير الرسالة عادي، بعد شهر هي نفسها بطلت تحس بقيمة الكلمة لأنها اتعودت. بعض النساء لما تحس أنها ضمنتك، بصير عقلها يفتش عن شي تاني يحرك مشاعرها، شي مش متوقع، يخليها محتارة بين هو مشتاق أو متغير. بيحبني بس ليش بارد؟ تفتش على شي ما تقدر تسيطر عليه، ما بترد دايما، ما بتشارك كل شي عن يومك أو مشاعرك، شي يخليها تفكر مش ترتاح. ولهيك انت كنت حنون، حاضر، مهتم، بس مش
محفز عاطفيا. شو يعني محفز عاطفيا؟ يعني ما تكون موجود دايما، ما تكون متاح طول الوقت، وما تضغط مشاعرك عليها بشكل زائد. صارت تشوفك واضح زيادة، وبالغموض بيرجع الشغف. وفي سبب تاني كتير ناس ما بينتبهوا له، أوقات برودها نابع من خلاف صغير صار بينكم. يمكن تكون أنت طلبت منها شي، أو حطيت حدود، أو عبرت عن شي ما عجبها، وفجأة بطلت ترد، بطلت تبادر، بردت. بس الحقيقة هي مش عم تبتعد لأنك أنت غلطت، هي عم تستخدم التجاهل كأداة ضغط مشان تتراجع عن طلبك، مشان تكسر موقفك. وبهاللحظة إذا خضعت، هي بتربح السيطرة النفسية وبتصير الكلمة إلها. ننتقل للجزء الثاني من الفيديو. شو الخطأ اللي ممكن تعمله بهالمرحلة؟ أول ردة فعل عند الرجل يحاول يرجعها، يبرر، يسألها شو في؟ زعلت من شي؟ هذا أمر طبيعي. لو كانت متأذية منك بتخبرك وبتصلح الموقف، بتراضيها، بتعتذر لها. ولكن انك تحاول ترجع كل شيء مثل قبل، انك تركض، توضح، تعتذر حتى لو ما غلطت، تحاول تشرح شو بتحس، تبعت لها رسائل طويلة، تبكي، تترجى، وتصير كل همك انها تفهمك. بس خليني اقول لك شيء بصراحة، هي ما بدها تفهمك، هي بدها تحس فقدانك. وهون بصير الخطأ المدمر، بتعزز عندها الإحساس إنها هي الأقوى وإنك أنت المحتاج. وبهيك لحظة مشاعرها ما رح ترجع، بل العكس رح تبرد أكتر. والملاحقة العاطفية بتدمر آخر نقطة جذب، بتحولك من إنسان كان له أثر لشخص مستعد يبيع كرامته ليضل موجود. علم النفس الأسود بيقلك ما في شيء بينفر العقل الباطن أكتر من الشخص اللي عم يحاول يقنعك تبقى. لما تلاحقها تخليها تحس إنها أهم منك، إنك محتاجها، والمحتاج أحيانا خسران بالميزان النفسي. طيب شو الحل الذكي؟ منلاقيه بالجزء الثالث من الفيديو، كيف تقلب الطاولة. بدل ما تسألها ليش تغيرتي، خليها هي تسأل حالها ليش هو ما عاد يهتم فيني. وهون بيجي دور الانسحاب العكسي الذكي، الانسحاب المدروس، مش تتجاهلها عشوائي، بل انك فجأة خفف وجودك بس بدون اعلان. لا تقول رح ابعد، ولا تعبت من المعاملة، ولا تلعب دور الضحية. لا تقطع، بس صير غامض، مشغول، عندك حياتك، طلعات، أصدقاء، أهداف. خفف الردود، خليك مختصر، بارد نوعا ما، لكن باحترام طبعا. رجع تركيزك على حالك بس بين السطور. مثلا ستوري انك بمكان جديد، مبسوط، رايق، بدون ما تكتب اي شيء واضح. لا تبين زعلان، بالعكس بين انك مرتاح. هيك انت مش عم تنتقم، انت عم توجد مجهول نفسي بيخليها تفكر ليش تغير، ليش ما عاد مهتم.
مع مين عم يطلع؟ يمكن حدا غيره؟ هيدا مش تجاهل عقابي، هيدا إعادة برمجة احترامها واهتمامها فيك. هون بترجع الجاذبية، مش لأنك حكيت، بل لأنك سكتت بالوقت الصح. بترجع بتظهر، بتتواصل معك، بتكتب لك. كيف بتستغل أول تواصل منها بعد الغياب؟ حسسها إنها خسرت شيء ما عادت تقدر توصل له بسهولة. بدي إياك تنتبه لنقطة مهمة جدا. أول رسالة منها ما معناتها إنها فهمت غلطتها وراجعة، ولا معناها إنها أوكي موافقة تعطيك طلباتك أو إنها موافقة عليك. لا، هي بس ترمي لك كلمة أو إشارة وبتختفي عشان أنت تلاحقها تركض وراها. اوعك توقع بالفخ ولمجرد كلمة منها تفرح وتنسى نفسك. رح تعيش عذاب من بعدها. ناس كتير عاشت هالحالة، حتى في رجال بيتبعوا هذا الاسلوب من التعامل، مش بس النساء، مش بس بعض النساء. رح اوضح لك بالتفصيل. اول رسالة منها حتى لو كانت بسيطة عابرة او حتى غير مباشرة، هي جس نبض. بتسأل نفسها: هل لسه ناطرني؟ هل تغير؟ هل بعده متأثر؟ وهون في كتير بيخربوا كل شيء. بيرد بسرعة، بحماس، وبيفتحوا باب الرجعة كامل. لكن انت فاهم اللعبة، بدك تلعبها باتقان. بدك تطبق ما يسمى من علم النفس الأسود جرعة الجذب العكسي. يعني انت ما بتفتح الباب، بس بتخليه نص فتحة. رح اشرح لك الخطوات. اول خطوة: رد بس بهدوء، ما تتجاهل لانه ببين انك متعمد. رد بس بدون رموز، بدون اشتقتلك، بدون حرارة. مثال: هي بتبعت لك: مرحبا، كيفك؟ انت بترد: تمام، شكرا، ان شاء الله انت بخير. صافي، رايق، هادي، بس في برودة محسوبة تخليها تفكر: ليش مش فرحان برجوعي؟ تاني خطوة: ما تسأل أسئلة. هي اللي لازم تبذل مجهود لتفتح الحديث، مش انت. ما تقول وينك من زمان، ما تقول شو صار. خليك جواب بجواب بدون فضول. خليها تحس انك ما ناطر ولا متلهف. هيدا هو الرد المحسوب يلي بيحافظ على الهيبة والغموض وبيعطيك قوة نفسية من دون ما تبين انك متجاهل او ضعيف. اعطيك مثال: هي كتبت لك: مرحبا، كيفك؟ انت بترد: تمام، شكرا. بس ما بتسألها وانت ولا شو اخبارك. لو ما كملت هالحوار، لو ما هي كملته بعد هالرد البارد المحترم، انت ما بتكتب شيء، بتسكت، لانها هي اللي فتحت الباب، فلازم هي اللي تكمله. واذا ما كملته فهالسكوت بيكون اقوى من اي جملة، لانه بيخليها تفكر: ليش ما تابع؟ ليش ما فتح موضوع؟ ليش ما اشتاق؟ التفسير النفسي السريع لهالتصرف: انت ما تجاهلت، بس كمان ما ركضت. رديت باحترام،
بس من دون فتح مجال للكلام العاطفي. سكوتك بعدها بيعيد الميزان النفسي وبيخليها تحس انها هي يلي محتارة. الخطوة الثالثة، اختفي بعد أول رد. بعد أول رد منك لو ما رجعت تكمل، لا تحاول تتابع الحديث. هي اللي بلشت هي اللي لازم تكمل. لو رجعت سألتك شي جديد، جاوب بنفس الأسلوب، مختصر، محترم، غامض. طيب إلى متى بترد بهالأسلوب البارد المختصر، الكلمة بكلمتها؟ طبعا مش للمدى الطويل، لأن الهدف مش تعاقبها، الهدف تسترجع احترامك وتهز مشاعرها وتخليها هي تلاحق مش انت. فإذا بترد بهالأسلوب، الكلمة بكلمتها، لحد ما تبين هي انها رجعت فعليا وكرامتك محفوظة، مش بس عم تجس النبض. كيف؟ هناك علامات إذا ظهرت عليها تعني إنك ممكن تخفف البرود شوي. بلشت تسألك أسئلة حقيقية، مش بس كيفك، بل شو عم تعمل هالأيام؟ بفكر فيك، اشتقت نحكي مثل قبل. هون صار في مشاعر، مش بس حضور بارد، صار في مشاعر. استمرت بالمراسلة أكثر من مرة بنفس اليوم أو خلال أيام متتالية، مش بس رسالة واحدة وبعدها اختفاء. شو بتعمل؟ هون بتخفف شوي من البرودة، بس ما بترجع للحرارة القديمة بسرعة. يعني بتصير تجاوب بجمل أطول شوي، بس لسه محتفظ بالغموض. مثال، هي كتبت اشتقت نحكي مثل قبل، انت بترد يمكن الوقت يورجي اذا هالشي ممكن. رد في مشاعر خفيفة بس مش استسلام. اياك ترجع تحكي كلام حب بسرعة. لا تبعت انا كنت ناطر هاللحظة، ولا تسألها يعني رجعنا. كل هيدا بيكسر الجاذبية اللي رجعتها لعندك. الهدف تخليها هي تعيش الحيرة اللي كنت انت فيها، تخليها تحس انها فقدتك، وان يمكن لسه عندها فرصة ترجعك لو عرفت قيمتك هالمرة. كيف بتعرف انها بتفكر فيك دون ان تعترف لك؟ وهيدا الجزء الرابع من الفيديو. هناك اشارات انها رجعت تفكر فيك. لما تستخدم معها الانسحاب الذكي والتأثير النفسي غير المباشر مثل ما حكينا، بصير عندها فضول، ارتباك، صراع داخلي. بس لأنها ما بدها تبين ضعيفة، ما رح تعترف انها اشتاقت. لهيك لازم تنتبه للإشارات النفسية اللي ما بتنقال بصوت عالي لكنها بتفضح كل شيء. رح تحس بظهورها من جديد. فجأة رح تلاحظ ستوري عم تنزلها وكأنها لإلك، بتبعت لك رسائل سطحية من دون سبب حقيقي، مثل شفتك نزلت صورة جديدة، ذكرتني فيك أغنية، شو صار معك بشغلك؟ الرسالة ظاهرها بريء بس حقيقتها جس نبض عاطفي. هي عم تحاول تفتح باب صغير، بس بدها تشوف رح تركض ورا الباب ولا لا. 2، تتواجد بنفس الأماكن أونلاين أو فعليا. بتصير أونلاين بنفس الوقت لما تشوفك أونلاين.
يعني عم تراقبك بس بدون ما تواجهك. بتعمل لايكات على صور أو منشورات قديمة، بتدخل تشوف ستوري وما بتحكي، ممكن حتى تمر من مكان بتعرف إنك بتروحه. هي اسمها بلغة علم النفس الأسود الوجود الصامت. هي موجودة مشان تحس فيها، بس من دون ما تطلب منك شيء مباشر. 3، بتحاول تثير غيرتك بس بشكل ناعم. بتنزل صورة مبهمة، بتكتب شيء عن الحب أو التغيير أو الراحة النفسية، بتعمل ستوري مع موسيقى غامضة كأنها بتقول شوفني، يمكن في حدا غيرك، يمكن لا، بس فكر. تشغل بالك، وهون بتدخل بلعبة الغموض المقصود. لعبة الغموض المقصود اللي تخليك بحالة توتر نفسي. 4، بتسأل الناس عنك أو بتراقب بصمت. صديقة مشتركة قالت لك إنها سألت عنك، أو فجأة ظهر حساب غريب عم يشوف كل شيء بتنزله، أو بتحس بوجودها من دون ما تحكي. هاي علامات إنك في عقلها لسه ما قدرت تطلعك. 5، بتبلش تلمح إنها تغيرت، بتحكي عن حالها بطريقة مختلفة، بتقول أنا كنت محتارة أو كان عندي ضغط. بتحاول تفتح مواضيع عن الماضي بندم ناعم. هي طريقة غير مباشرة لتقول أنا فاهمة شو خرب ويمكن مستعدة أصلح، بس مش رح أطلب. بس هون أهم نقطة، لا ترجع بسرعة، خليك لغز. الذكي شو بيعمل؟ ما بيواجه، ما بيسأل اشتقتيلي، ما بيضغط، بس بيخليها تغرق أكتر بشكوكها. هل بعده مهتم؟ هل رجع حب حاله؟ هل ممكن رجعه؟ لأن المجهول أقوى من أي اعتراف. الختام، نقطة تأثير قوية، ما تركض ورا حدا نسي قيمتك، بس خليك أذكى من أنك تختفي بلا أثر وخليها هي اللي تدور عليك. الغموض مش بس تجاهل أو صمت، الغموض سلاح نفسي بإيد شخص فاهم تأثيره. مش أنك تسكر الباب بقسوة، هو انك تتركه نص فتحة وتخليها هي تمشي ناحيتك وهي مش فاهمة ليش. لما تلعبها صح رح ترجع تكتشفك من جديد، بس هالمرة رح تشوف رجل مختلف، هادئ ثابت، مش محتاج، بس حضوره بيترك أثر وغيابه بيوجع بصمت. لأن بعلم النفس الأسود أكتر شيء بيربك الشخص فيك هو إنك ما تعطيه الجواب الكامل، بس تخليه يمشي وراه. في الختام، باتباع خطوات هيدا الفيديو انت ما خسرت بإذن الله. انت فتحت مساحة إلها لتخسرك وتخاف ثم تشتاق ثم تستيقظ.